يعني سألت واحد أب من الآباء الرهبان من المتوحدين، فبقول له يا ابونا يعني اديني كلمة منفعة. الكلام ده يعني بتاع حوالي يمكن من 30 سنة يمكن. وبعدين قال لي كلام جميل جدا، قال لي شوف يا ابونا، لما تلاقي الدنيا ولعت حواليك وفي مشاكل كتيرة صلي. يبقى احنا اي مشاكل تقابلنا نعمل ايه؟ نصلي ونرفع قلبنا لربنا. قال لي شوف انا كان عندي شلل رباعي. انا عندي شلل رباعي، مش كان عندي، ده انا عندي شلل رباعي، وعلى فكرة ما بقدرش اتحرك خالص، لا ارفع البطانية عليا عشان اتغطى، ولا اقدر اكل نفسي ولا حاجة. انا ليا كراهب زميل عندي يجيب لي الاكل والشرب وهو اللي يغطيني كل حاجة. قال لي في مرة هو كان يجي لي ويمشي من عند الساعة 10 بالليل. قال لي ففي مرة زوبعة قامت في الدير والدنيا تلج بوت، فرفعت قلبي لربنا، بتكتك من السقعة والغطا اتشال من عليا والشبابيك اتفتحت والباب اتفتح وبقيت حموت من السقعة. قعدت اصرخ لربنا واقول له يا رب اعمل معروف، اعمل يا رب معروف، انا حموت من السقعة يا رب. وقعدت اصرخ لربنا. كانت الساعة 3 الصبح والراهب بيعمل القربان اللي بيخدمه، وعمره ما هيعرف يجي له، عمره ما جاله الساعة 3 دي. وقال له انا ماليش الا انت يا رب، انا حموت يا رب من الساعة تلج. بص لقى الراهب ده جاي جري وايده مليانة بالعجين بيعمل القربان، وخبط اتفضل. دخل، الباب متفتح والشبابيك متفتحة، وبعدين قفل الشبابيك وقفل الابواب. وبعدين قال لي لابونا مش عايز اي حاجة يا ابونا. بص له كده قال له متشكر قوي يا ابونا. قال لي شفت بقى يا ابونا ربنا بيعمل ايه؟ لما الواحد يقع في ضيقة او في اي مشاكل يرفع قلبه لايه؟ لربنا. صلي وربنا يستطيع ان هو حلال المشاكل، صانع الايه؟ السلام. بعد ما الامل مفقود 100%.